السلام عليكم، صباح الخير. أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم جبت معي سماد اللي هو سماد العشرينات المتوازن. شايفين أنا حطيته في كمية كبيرة لأن أنا بجيب تقريبا 10 كيلو، ما بحب أجيب القليل. ودي أسمد اليوم الشجرات ولا أسمد البندورة، وكل الشجر تقريبا راح أسمده، البندورة، الباذنجان، الفلفل، كله راح أسمده إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. هسه راح أسمدهن وأورجيكم إن شاء الله كيف طريقة التسميد. هذول حبات نجاص طالعات، شايفينهن في الأعلى، سبحان الله ما شاء الله. هذا نجاص بصير كبير ما شاء الله ما شاء الله. حسب عمر الشجرة، يعني بقول لك معلقة مثلا حطوا على السطل 20 لتر، تحطوا عليه مثلا 3 معالق 4 معالق. لا، أنا بالنسبة لي مجربيته مثلا هي يعني هذا فيها 6 معالق. هذه أنا بحط لأنه عمر الشجرة عندي هي 5 سنين. حسب عمر الشجرة احنا بنحط لها الكمية السماد. شايفين النمل عامل أسراب، راح نعمل له خلطة بعد شوية ونرش إن شاء الله، لأنه النمل لما يكون موجود معناته في من في المنطقة، هو بيجي على الإشي الحلو. هسا بدي أسمد. شايفين هنا الفلفل، عندي البندورة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه بلف وببلش أسمد في كل إشي، حتى اللي خلص موسمهن برضو بسمدهن، لأنه السماد ضروري للنبات. شوف البندورة طالعة حمرة ما شاء الله. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. كله بلف عليه. هسه بسمد وبسقي ان شاء الله. ان شاء الله يومكم يكون كله سعادة يا رب، ان شاء الله يومكم كله سعادة وهنا يا رب. على التعليقات الجميلة اللي بسمعها منكم، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، انتوا عيلتي الكبيرة. الله يبارك فيكم ان شاء الله يا رب، اجعل ايامكم كلها سعادة وهنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شجرة الدراج ما شاء الله. شايفين كيف حب الدراج ما شاء الله كبير، بس لسه يعني ممكن الاقي حبة واحدة تكون صارت مستوية، باقي كله اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا وعدتكم اليوم اني انا اعمل سماد طبيعي من المنزل، بس راح اعمله ان شاء الله. بس حبيت الشجر اني انا اسمده في السماد العضوي اللي هو العشرينات، لاني صار لي فترة تقريبا اكثر من شهر ما سمدت. هلا انا حبيت اسمد الشجر، بس السماد العضوي اللي انا راح اعمله من عندنا من المطبخ ان شاء الله راح اعمله باذن الله.
بإذن الله راح أعمله في فيديو جديد مسا إن شاء الله بإذن الله تعالى. شايفين ما شاء الله قطوف العنب ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة شايفينه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مليانة الدالي هنا عنا الحمد لله الحمد لله. الله يطعمنا احنا وانتم من ثمار الجنة. اللي بتتمنى تكون جارة لي ان شاء الله اتجاور انا وياها في الجنة يا رب. من الجزائر او من ليبيا واحدة حكتني ان شاء الله على اليوم اللي جارة ليكي ان شاء الله اتجاور انا وياها في الجنة يا رب. اذا ما تجاورنا في الدنيا نتجاور في الجنة يا رب. ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع يا رب يا رب يا الله. سامعين اصوات اللي بيشتغلوا الله يبارك لهم. انا عامله زي القناه الهن بتصير تعبي كله. هي هانا يعني هي جنب البندورة مش عليها مشان ما يفتح عن جذورها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا قربت اخلص الحمد لله الحمد لله. شايفين البرقوق عندي ما شاء الله كبران. الله يبارك لنا وليكم يا رب. شايفين العنب الأسود ما شاء الكريم منظره بجنن ما شاء الله. اليوم تاسوعاء بكرة عاشوراء إن شاء الله اللي الله نجى فيها سيدنا موسى من الطاغية فرعون. يا رب اللي نجيت سيدنا موسى تنجي أهل غزة يا رب العالمين من الطغاة يا رب يا رب. تحماهم يا الله يا رب تحماهم تحقن دماءهم يا رب. تحفظهم بحفظك يا رب يا رب. تحفظهم بحفظك يا كريم يا رب. تحفظهم بحفظك يا كريم. هذه دالية ثانية عندي الثنتين أطيب من بعض ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والهوا هانا عليل ما شاء الله. هانا الهوا عليل ما شاء الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بفتح حنفيتين عشان أخلص بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه سقيت كل الزرع الحمد لله. بس يا خسارة وسخت الأرض عشان بنزل على الحديقة وبرجع بطلع. بس يا خسارة وسخت الأرض. بس كله الحمد لله سقيته كله السماد. بسم الله ما شاء الله. سألوني كيف بيسألني كيف انت عندك بيطلع زريعة كثير. انا مثلا هي شايفين بس اكون بسقي بقصف من خبز او اي نبات وبزرع لان هذول عندي منهن كثير. لان لما بشتري بحتفظ فيهن اللي هن القواوير الصغير. هاي شايفين كيف. وبرجع بسقي بخليه في مناطق ظليلة مش درجات الحرارة فيها مرتفعة مشان ينجح. هاي انا زارعة مكحلة. في هنا مكحلة. هنا نبات الثلج. هنا النيجرة. وهنا اظفر الست. نباتات كثير هيهن انا زارعة يعني بطلع وبزرع. ممكن اليوم ازرع راخي شعره ممكن ان شاء الله. شايفين فيه
مخزق الورقة، لازم اني ارشه، معناته فيه حشرات معينة الله اعلم شهن. راح اصورهن اللي هو المشتل، وبحكي له شو اني اجيبه ان شاء الله باذن الله تعالى. هي مليانة ما شاء الله، كانت بس واحدة كبيرة، تطلع قديش عاملة خلفات، والثانية قديش عاملة خلفات ما شاء الله. راح اطلع منها وازرع ان شاء الله.